وهي انتداب سلام المنتدبين المجلس الجامعي طنجة بمجموعة الجامعات الترابية طنجة والحسيمة للتوسيع. اللي هو ضروري فيما يخص انتداب اعضاء في الشركه الجهويه، وهذه العمليه ما كتمشي لجامعه طنجه، هي كتم جميع الجامعات ديال الجهه طنجه تطوان الحسيمه من اجل اختيار 171 عضو في هذا المجال في هذه الشركه الجهويه، من اجل انتخاب مكتب اللي غيكون هو اللي كيسير هذه الشركه الجهويه. وكما كتعرفوا ان الدوله المغربيه رانا قطعت اشواط في هذه العمليه ديال الانتقال من التدبير المفوض من الشركات الاجنبيه الى شركات محليه. وكما كتعرفوا كنخرجوا مراسم فيما يخص انشاء 12 شركه جهويه. بعض الشركات الجهويه بدات كتشتغل فيما يخص مدينه في جهه مراكش، جهه الدار البيضاء، وبالتالي جات فرصه مناسبه من جهه طنجه تطوان الحسيمه اللي هو مهم واللي هو اساسي، على انه الدوله المغربيه استرجعت هذا القطاع الحيوي اللي هو الماء والكهرباء وتصدير سائل ما يكونش مرهون في يد ايدي شركات اجنبيه اللي كيكون الهدف ديالها الاول والاخير هو الربح، والعكس هذه الشركات الجهويه اللي هي مرتبطه اللي هي واخا يكون حتى هي عندها الهدف ديال الربح، ولكن غيكون عندها هدف اول واخير هو تخدم المواطنين والساكنه، وخصوصا الصناع التجار، لان ما كتبقاش تلقى الماء الضوء راه مرتبط غير بالاستهلاك ديال الاناره العموميه ولا ديال المنزليه، راه كاين قطاعات اخرى اللي هي منتجه واللي هي كتساهم في ايجاد فرص ديال الشغل هما التجار والصناع. وبالتالي على الهدف ديالنا كامل من هذا الانتقال هذا واللي كنا كناديو به سنوات، والسمعه السيئه اللي اكتسبتها الشركات ديال التدبير المفوض مع المواطنين، حنا خصنا دابا نرجعوا اولا الثقه للمواطن، ان ما تجي له فاكتوره ديال الشركه مستقبلا يثيق فيها يجبر 100 درهم يقول هذه 100 درهم انا استهلكتها، ما تجيلوش شي ارقام فلكيه ونبداو نشرحوا له لا هذا طلعتي الشهر الرابع، هذا انتينا عكاري المكانه راه المكانه ماشي ديالك راه. اذا خصنا نردوا الثقه للمواطن، بالتالي انا غيكون الدور ديالنا كبير وغتجي فرص اننا باش نشرحوا اكثر لهاد الشركات الجهويه ديال التوزيع اللي غتكون خصوصا طنجه تطوان الحسيمه فرص اخرى الاهداف والبرامج ديالها. حنا عندنا امل كبير لان خصكم تعرفوا ان هذه السنوات الطويله اكتسبنا خبره لا فيما يخص المنتخبون ولا فيما يخص الموظفون. عندنا موظفون على صعيد الجهه ماشي غير في طنجه ان اكتسبوا خبره كبيره فيما يخص التدبير ديال الماء والكهرباء، بالتالي عندنا نكونوا في محك حقيقي من اجل ان الهدف ديالنا اولا واخيرا هو ان تنعكس الفاتوره وتنعكس جوده الخدمات على المواطن وعلى الاقتصاد الجهوي ديالنا. هذا هو الهدف ديالنا.